تخيلوا فريق جزائري على موعد مع مباراة مصيرية في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، وكل شيء كان جاهز. لكن فجأة وفي آخر لحظة شركة الطيران الإسبانية تلغي الرحلة. نعم، الأمر حقيقي ومفاجئ. شركة طيران إسبانيا كانت مسؤولة عن تأمين الرحلة المباشرة لفريق شباب قسنطينة من الجزائر إلى المغرب، لكنها انسحبت فجأة وبدون أي توضيح رسمي. القرار مفاجئ، وضع إدارة النادي في ورطة حقيقية وسباق مع الزمن، خاصة أن المواجهة المرتقبة ضد فريق نهضة بركان المغربي تقترب بسرعة. لكن وبدون تردد، إدارة شباب قسنطينة اتخذت خطوة ذكية وسريعة: التوجه نحو شركة طيران مصرية، والتي وفرت طائرة خاصة للفريق في وقت قياسي. وحسب مصادر مطلعة، الطائرة ستقلع من مطار حواري بومدين، ومن المنتظر أن تهبط غدا الجمعة صباحا في مطار وجدة أنقاد، قبل أن يتجه الفريق مباشرة إلى مدينة السعيدية، أين سيقيم معسكره التحضيري. الفريق سيخوض حصة تدريبية خفيفة لإزالة الإرهاق مساء الجمعة، على أن تكون الحصة الرسمية يوم السبت على أرضية الملعب البلدي ببركان، استعدادا للقمة المرتقبة يوم الأحد في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب. ما رأيكم؟ هل تصرف الشركة الإسبانية مجرد خلل عابر، أم أن هناك خلفية أخرى؟ اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك لتوصلكم كل الأخبار الحصرية والجديدة. وشكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.